السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. هعمل النهاردة معاكم رسمة حنة كده رقيقة وبسيطة وحاجة كده سريعة يعني. المرة دي انا مش جايبة حنة جاهزة، انا جايبة حنة من عند العطار. اسألوا عليها، الحنة السمراء اللي عند العطار دي رائعة، جميلة جدا وبتفضل وقت طويل وبتلقط لون معاكم بسرعة قوي. وجبت اكسجين برضو من الصيدلية، عايزة اقولك وده اوفر وبيقعد اكتر وبتغمق معاكم بسرعة قوي وبتقعد فترة طويلة يعني مش بتروح بسرعة. وبعجنها كده برضو بأي حاجة، يعني بتبقى بودر أصلا بتتعجن معاكم بسرعة. زي ما انتوا عارفين أنا بحب أستخدم دايما التوزبيكس أو ممكن عود كبريت، أي حاجة من الحاجات دي، أي حاجة رفيعة أرسم بيها. بعرف أتحكم أكتر من القرطاس، يعني جربت القرطاس أكتر من مرة ما ظبطش معايا قوي. دي دايما بتظبط معايا وبتطلع الرسمة الحلوة اللي أنا عايزاها. هرسم بقى رسمة المرة دي كده في الجنب كده، حاجة تبقى هادية كده ورقيقة، بناتي قوي. لو عندك أي مناسبة كده، حاجة في السريع تعمليها لنفسك والله أفضل بكتير جدا. انك تروحي تعمليها عند حد او حد يجي يرسم لك حنه والكلام ده كله، هو افضل. يعني افضل كوقت وكفلوس وكل حاجه بصراحه يعني. برسم معاكم بقى بالخطوات كده واحده واحده، يعني اتعلموا بقى الحاجات السهله البسيطه دي اتعلموها. آه، ممكن بقى الناس اللي مش بتعرف ترسم حنه قوي، ارسمي يعني شوفي رسمه قدامك وابتدي ارسميها بقلم على ايديك الاول، وبعدين امشي على القلم بالحنه، هتظبط معاكي وهتطلع حلوه قوي. وجربوا مره واتنين وتلاته، يعني جربوا الحاجه لغايه اما تظبط معاكم. والله كده اوفر واحسن بكتير قوي. واجمل على فكره كمان من الحنه اجمل بكتير قوي من الرسومات اللي بتجيبيها وتلزقيها وتمشي عليها بالحنه. بحسها مش حلوه، يعني الرسمه بتبقى داخله في بعض كده، ما بتبقاش لذيذه. انما كده انت بترسمي حاجه جميله. على فكره بقى انا مش حاطه حاجه في دماغي، انا زي ما بتيجي معايا. انا بحط اول نقطه من الحنه كده وزي ما بتيجي معايا الرسمه. فهي ايه، احنا هنشوف هتطلع معانا ايه، بس هي ان شاء الله هتطلع حلوه. اهم حاجه لما تستخدموا يعني اعملوا اي حاجه كده تسبيكس او عود كبريت، خلوا سنه رفيع خالص عشان الرسمه تطلع معاكم حلو. اهم حاجه ان تكون حاجه سنها رفيع بس. ان شاء الله الرسمه في الاخر هتطلع حلوه وجميله وهتعجبكم باذن الله. عارفين الرسومات اللي هي برضو بتتجاب ورقه كده وتتلزق على الايد وتحط عليها ميه لغايه لما الورقه تدوب وتشيلوها تلاقوا الرسمه. دي برضو على فكره في منها اشكال برضو جميله قوي حلوه. لو انتوا مثلا ما بتحبوش رسم الحنه وكده، الرسومات دي بتبقى حلوه قوي. احلى من اللي انت بتحطي عليها حنه، بتبقى جميله وفي منها رسومات حلوه قوي واشكال جميله. يعني ما توقفوش نفسكم على حاجه معينه يعني. شكلها كده هتظبط معانا على فكره، هتطلع شكلها حلو، انا حاسه كده هيطلع شكلها حلو ان شاء الله. بتتفرجوا بقى دلوقتي، يا ريت بقى تنزلوا تعملوا تعليق كده حلو كده تشجعوني فيه، وتقولوا لي ايه رايكم كده في الرسمه، ان شاء الله هتطلع حلوه وتعجبكم. وتنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير للفيديو عشان ناس كتير تشوفه. اه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. في ناس بتتفرج ومش بتفعل زر الجرس، فعشان كده مش بيوصل لهم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. لازم تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان اي فيديو انا اشيره تشوفوه على طول. تصدق شكلها كده تبقى حلوة. يا رب تعجبكم في الاخر ونطلع كده بشكل حلو ورقيق. الرسومات اللي طالعة الفترة دي كلها اللي هي حاجات رقيقة كده في الجنب، رسم على صباع كده وخلاص. كلها حاجات جميلة والله، الحاجات الصغيرة دي بتبقى رقيقة قوي وحلوة. يعني مش لازم نرسم كف الايد كله عشان خاطر يبقى الرسمة حلوة، لا مش شرط خالص. كل ما كانت الرسمة بسيطة كل ما كان شكلها احلى. هي كده خلاص قربت تخلص اهي معانا. شوف بقى الشكل في الاخر يبقى عامل ازاي. انا متفائلة. على فكرة الحنة اللي عند العطار دي بتبقى جميلة قوي، بتفضل فترة طويلة وبتبقى غامقة، يعني ممكن 5 دقايق تلاقيها غمقت على طول، ما تاخدش وقت خالص بصراحة. افضل كتير من الحنة اللي هي العلب، واللي هي اللي في حنة برضو قرطاس بتبقى جاهزة، برضو دي احسن منها.
نرسم حاجة كده برضو على الصباع، ايه بقية الرسمة عشان يبقى شكلها حلو. اهي بقى الرسمة بعد ما خلصناها شكلها جميل قوي ورقيقة خالص يعني، بجد عجبتني. يعني انا ما كنتش متخيلة انها تطلع شكلها حلو كده. آه، رسمتها بقى زي ما جت معايا، جت معايا كده، وبصراحة شكلها حلو. قولوا لي برضو رأيكم في التعليقات. هي عجبتني بصراحة، فانتوا برضو ايه عرفوني رأيكم ايه فيها. وبصوا بقى بعد ما غسلتها، بصوا بقت عاملة ازاي. ما خدتش معايا وقت خالص والله العظيم، 5 دقايق او اقل من 5 دقايق وكانت لقطت. هنا بقى انا لقيت حتة حنة كانت وقعت على صباعي، فغمقت الحتة دي. فاضطريت بقى ان انا ايه اكملها عشان تبقى رسمه يبقى شكلها حلو. أنا ما كنتش ناويه اكمل الرسمه، ما كنتش ناويه ارسم حاجه على الصباع ده والله، بس هي يعني هي جت معايا كده بصراحه، وطلع شكلها حلو في الاخر. مش مش وحشه يعني، طلعت حلو. قولوا لي رايكم في التعليقات يا جماعه، بجد رايكم بيهمني قوي. وبجد بفرح يعني، بفرح من تعليقاتكم. حتى لو في تعليق مثلا بينتقدني في حاجه، انا برضو ببقى مبسوطه ان رايكم بيفيدني قوي. دي بقى صور حاجات برضو يعني، رسومات حقيقية انا كنت عاملاها عندي على القناه، حبيت برضو ان انا اعرضها واوريها لكم. رسمة الحنة دي لو حابة ترسمي على ايدك كلها، رسمة الحنة دي كده جميلة ورقيقة برضو، مش اللي هي حاجة جامدة. ورسمة حلوة برضو وبسيطة. وادي رسمة تانية برضو، رسمة صغيرة. دي برضو من الرسومات اللي انا بحبها قوي، يعني بحب اكررها كتير الرسمة دي. رسمة برضو صغيرة وبسيطة، وتقدروا دي بقى بالذات اي حد ممكن يرسمها لان هي صغيرة قوي. عندي على القناة، هبقى اسيب لكم رابط الفيديو بتاعها في صندوق الوصف، ادخلوا اتفرجوا عليها. وادي رسمة تانية برضو، حاجة كده يعني للناس اللي بتحب الرسمة تبقى على ايديها كده كلها. برضو رسمة رقيقة وبرضو جايبة الايد كلها. تمام. يا رب الرسومات دي تعجبكم يا رب، بجد بفرح قوي لما حد بيقول لي رأيه، وبفرح قوي لما الحاجات اللي انا بعملها بتعجبكم، بتشجع قوي قوي بكلامكم. وادي رسمة برضو كمان. بجد بفرح بتعليقاتكم، فيا ريت ما تنسونيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.